بنت سميتها نهيلة، عمرها 25 سنة، متوسطة، ما طويلة ما قصيرة، رقيقة بزاف، وجهها كله حبوب، وفمها كبير وحتى سنانها كانوا عوجين، عينيها داخلين وكدير نضاضر، البشرة ديالها مخلطة ما بين بيوضية وصفورية، وحتى واحد ما كيحملها بسبب المظهر الخارجي ديالها. واقفة كتسنى نوبتها عند مول الحانوت باش تاخد روشارج، حيت كان الزحام. سالاو الناس اللي قدامها وجبدات 10 دراهم، قالتلو بغيت روشارج اتصالات. شويه وقفت واحد البنت من موراها، قال لها من الحانوت نسبقوا الزين هو الاول، عاد نتيا المعزه. قال لها اش حب الخاطره تيتيز. هذه البنت اللي موراها بدات حتى هي كتحلون عليه، وقالت له بغيت 5 دراهم اورانج. عطاها ليها ورجع لنهيله، قال لها نعم انتي اش باغا؟ قالت لي بغيت روشارج وعطاها ليها. وكانت غادا في الطريق وغيت بها واحد وبدا ينقر عليها، قال لها اختي ولي طلع لك مارتك مره في المرايه، راك نسيتيها. وبدا كيضحك عليها، وباين صباحي كيف غادي يدوز ملي شفت وجهك. بقات غاده ما شافتش فيه وكملات طريقها، ولكن راه عيات من كلام الناس اللي كيجرح. وصلت للدار اللي عايشه فيها هي وامها وجدها صافي، اما باها مات في الحرب مسكين، وخلصتو باش عايشين. امها قالت لها فين كنتي يا وجه الحبس، فين غبرتي؟ نهيله قالت لها فين بغيتيني نكون بالسلامه؟ كنت في الحانوت، مشيت نجيب غير تعبئه. قالت لها وديك الخدمه اللي دفعتي ليها جاوبوك ولا والو؟ نهيله مازال ما جاوبونيش ونفسيتها عيانه. قالت لها امها شتي كتنافخي يا وجه البركاسه؟ اه والله يعميها لك، كون كنتي شويه فيك ديال الضو كنت زوجتي وهنيتينا من صداعك. ولكن شكون يقبل ياخذ البروسي؟ بقيتي واحله عندي. اودي دخلي وجدي الغدا، انا غاديه للسوق. دخلات وجدت الغدا، شويه صونا تليفونها، جاوبات وغتلقاها بنت كتقول لها الو واش هادي نهيله؟ جاوبتها قالت لها هي هادي، شكون معايا؟ قالت لها هذيك البنت مهم غدا دوزي على ود الخدمه في الشركه ديال ام دي اللي دفعتي ليها هاد السيمانه. نهيله بالفرحه نقزات وقالت لها واش بصح تقبلت في الخدمه؟ غتجاوبها البنت وغتقول لها سمحي لي ما نقدرش نقول لك والو، حيت ضروري من مقابله وتهضري على السي في ديالك وديري مقابله مع رئيس ديالنا. قالت لها نهيله واخا اختي شكرا، قطعات ومشات كتجري عند جدها من الفرحه. جده وقيله تقبلت في الخدمه. هي نهيله عندها اجازه في ليكونومي ودبلوم في كونطابيليتي، وقالت يا ربي نخدم يا ربي. جدها غتجاوبها وغتقول لها غادي تخدمي ان شاء الله، حيت تستاهلي. في الصباح فاقت لبسات بودي بيض وسروال، تجين بات وصبات قديم وكبير عليها، شويه وجمعات شعرها كعكه وطلعته الفوق ودارت نضادرها وفطرات. خرجت للشركه، وصلت بعد ما طابوا رجليها بالمشيه وقاع تغبروا. ملي وصلت مسحاتهم بيديها وغادا باش تدخل للشركه، حتى كتخبط مع الزاج اللي ما كيبانش. طاحوا نضادرها، هزتهم بالزربه ودارتهم عاد تفتح ودخلت. شدتها الخلعه حيت داكشي في قمه الطراء، كلشي زوين كيشعل وموظفين لابسين لباس رسمي وبنات تيتيزات تمايا هز عراها البيضه كيشعلوا. قربات ووقفت قدام سكرتيره، قالت لها سلام اختي انا نهيله الدحماني، عيطوا لي على قبل الخدمه. جاوبتها السكرتيره كيفاش انتي هي نهيله؟ طلعت وهبطات فيها مزيان وجاتها الضحكه حقراتها. واخا سيري جلسي شويه ودخلي انتي ودوك جوج بنات باش ديروا مقابله عمل مع ميسيو عادل. مشات جلسات معاهم وهما مزوقات ومقادات والروايح المكياج واللباس داكشي شيك. بقات كتسرق شوفات فيهم مره اودي فين بنانا قدامهم الجاب حماري اسبوع الفرس، كان بان قدامهم بحال شي طارو ديال الزبل. بقات جالسه كتدور في عينيها، شويه كتخبرهم السكرتيره بلي السي عادل كيتسناهم في البيرو. ناضو كيتعوجوا في المشيه ونهيله موراهم. حلات ليهم السكرتيره الباب ودخلوا كيلقاو الراجل في الثلاثينات من عمره، زوين والقلده وتبوقيصه والحروشيه وعصابي شويه وقليل الكلام، كيهضر غير بالمفيد. قال لهم سي عادل دخلوا تفضلوا. مشاو جلسوا وبدا في الاسئله ديالو.
في الاخر شد الدوسي ديال وحده زوينه وقرطاسه كتهضر غير بالتحلوين. اما نهيله اللي جاوبت على كاع اسئلته شاف فيها وقلب وجهه في البلاصه ما حملهاش ورد ليها الدوسي ديالها، حسات بقلبها تمزق وحبسات البكيه غير بزز، هزات الدوسي ديالها وخرجات وخلات معاه البنت الاخرى. اما الاخرى زوينه ولكن غير بالزواق، حيت كاين اللي زين طبيعي كدور بالحاله وكتبان طوب، وكاين الزين على قد الحال ولكن كتلعب على نقاط الجمال ديالها وكتزيد تبرز بالزواق والميكاب واللباس. ونهيله ما كاين لا من هادو ولا بهادو، لا الزين لا الباس ما كاين اللي تسوقها. وهي خارجه وصلت لباب الشركه طاح عليها الضيم وشافت راسها فشلات في حياتها، حيت المجتمع ديالنا ما كيرحمش، خدام غير بالمظاهر وهي مظهرها على قد الحال. ما حست براسها حتى انفجرات بالبكا، ما بقاتش قدرات تحبس البكيه. شويه وقفات واحد الطوموبيل قدامها وهبط راجل في عمر 60 عام من عمره، هز عينو فيها ومسحات دموعها ودست من حداه ودار جهتها وقال لها بنتي ممكن نسولك لجات على خاطرك؟ قالت له واخا سيدي مرحبا سول. قال لها مالكي خارجه من الشركه كتبكي ياك لاباس بنتي؟ قالت له غير ما تقبلتش في الخدمه داكشي علاش. وشنو هو السبب باش ما تقبلتيش؟ غتجاوبوا نهيله السبب هو حالتي، ما تناسبش الخدمه هنايا حيت فيا كاع الشروط وجاوبت على كل شيء، ولكن ما عنديش الاناقه والجمال حيت فقيره. هذا السي محمود قال لها لا حنا بغينا العقل شنو فيه ماشي الزواق الخاوي، تبعيني. تصدمات فيه وتبعاتو كلشي كيلقي عليه السلام وهو كيبتسم في وجههم كاملين. وصلوا للبيرو شافتو السكرتيره وقفات بالزربه ودخل البيرو لقى عادل مركز في البيسي، شافو هو يوقف قال له عادل مرحبا بالوالد، لكن وانتي اشنو كديري هنايا ياك ترفضتي؟ نهيله كتعصر في صبيعات يديها وراسها محني للارض. وهنا السي محمود غيقول له وعلاش غادي ترفض واحد البنت اللي فيها جميع الشروط اللي مطلوبه من طرف الشركه ديالنا؟ المهم من غدا غادي تبدا الخدمه كمديره الحسابات. عادل هنا مرضاش وعض على شنيفو حيت كلمته طاحت للارض بسببها، وهنا غادي تبدا العداوه. قال له ولكن الوالد انا عطيتك المال بنت وحده اخرى شنو غادي ندير؟ السي محمود غيقول له شوف كي دير وتصرف باش هاد المره ما تاخذ حتى شي قرار حتى نشوف شنو في العقل ماشي في الحوايج التافهين. دار شاف نهيله وقال لها سيره بنتي وغدا ان شاء الله غتبداي في الخدمه. ضحكات بدون شعور قالت له بصح شكرا الله يرحم ليك الوالدين. خرجت من البيرو سبحان الله غير واحد شويه كانت خارجه كتبكي ودابا خارجه طايره بالفرحه. خرجت من الشركه كتضحك بحال شي حمقى، اللي داز من حداها يبقى يشوف فيها. وصلت للدار دقات حلت ليها امها حليمه وتلاحت عنقتها وتقبلت وقالت لها تقبلت امنتي في الخدمه. حليمه قالت لها يا مبروك بنتي، اول الحمد لله ملي الله شاف حالتنا ربي ما كينساش العباد ديالو. دخلات وعنقات جدها وباركات ليها ودخلت لبيتها وقفات قدام المرايه تبسمات وبدات تهضر. قالت انا قويه حيت غنجح بشنو كندير ماشي بالشكل ديالي، عارفه راسي ما زويناش ونظره الناس اللي هي كتفقدني الثقه ديالي، ولكن انا ما غادي نتسوق لحتى شي واحد. واول خطوه للنجاح كانت اليوم. انا غنثق في راسي ونبعد على هضره الناس حيت كلام الناس ما يزيد ما ينقص، وثقتي في راسي واحلامي هي اللي غادي توصلني. عيطات عليها امها مشات عشات ونعسات. في الصباح فاقت غسلات وجهها وفطرات ودخلات البيت كتقلب شنو تلبس. والو كلشي قديم وكلشي باهت وكلشي مقطع. مهم اختارت قميجه في البيض وفيها وريضات بالغوز وسروال واسع وطويل، لبساتهم وجمعات شعرها ودارت نضيضراتها وخرجات. بقات امها وجداها يدعيو من موراها. وصلت الشركه ورجليها كلهم ضبروا وتجرحوا من الصباط اللي كانت لابسه. دخلت كتعوج، اللي شاف فيها يدور وجهه ويضحك وهي تقول مع راسها اوف بدينا عاوتاني كوني قويه ما تديهاش فيهم. عند نفس السكرتيرة غادي توصل شافتها وضحكات في وجهها لا ما تخبي هي للجنب. قالت لها اختي هاد اللبسه كنتي خازناها من ايام عبد الحليم حفيظ؟ وبدات كتضحك فيها. نهيله ما رداتش وتصرفت عادي. قالت لها اختي ممكن تخبري سي عادل بلي جيت؟ السكرتيرة قالت لها نخبرو كاع بلي جيتي على شكون سيادتكم؟ وبقات كتضحك فيها. قالت لها المهم تسناي. طلعات وهبطات ودارت فيها ضحكه جانبيه. قدات شعرها اللي كان رطب
وعكرات عاد دخلت عنده شويه، خرجت لعندها وقالت لها تفضلي لاله نهيله. نهيله شدتها الخلعه وقلبها كيضرب بالجهد، ودخلت لقاتو حاني راسو في الوراق، وجالسه البنت اللي اختارها في الاول فوق الكرسي بكل شياكه واناقه. شافت شنو هايله وحبست الضحكه غير بزز، وهز هو عينو فيها ودار فيها شوفه احتقاريه بحال عاف من شكلها، وهي ديك النظره بكثرت ما كتشوفها في وجوه الناس كانت مولفاها. ملي كيشوفوا فيها حفظاتها، دار ليها اشاره تجلس ومشات جلسات، وقال لهم عادل لأنسة مالك هي اللي غادي تكون مديرة الحسابات وانتي غتكوني فقط كمساعدة ديالها. المهم غتبداو الخدمة من دابا، وهذا مبلغ مالي كتسبيق ديالكم. حط الجوا وهزاتو مالك في البلاصة، دابا نوضو لخدمتنا. ناضو خرجوا والاخرى كتعوج في المشيه، ونهيله موراها كدور غير في عينيها في الشركه حتى وصلوا واحد البيرو. جلست فيه ملاك وحطات رجل على رجل، وقالت لها هادو ملفات هزي خدميهم وملي تسالي جيبيهم ليا نشوف واش حساب هو هذاك. نهيله قالت لها اولا انا وياك بحال بحال هنايا بجوج خدامين، يعني هاد الملفات غيتقسموا على جوج، وحتى فلوس اللي في الجوا غيتقسموا على جوج. واخا الحبيبه ديالي مالك قالت لها حتى انت كتهضري كون كنت في بلاصتك نحشم. يخ على وجه كيعيف بدوك التقابي والحبوب، سيري ديري غير شي حل لوجهك. شنو غتجاوبها نهيله وقالت لها انا دويت على حاجه وانت عقلك في حاجه اخرى، ما عرفتش واش كتهربي ولا باغا تلعبي. هبطات هزات جوج ملفات وخلات ليها جوج ومشات للبيرو ونزلت عليهم. خدمتها مقاده كل حاجه تعطيها وقت وكتخدم بشويه والعقل، ماشي زاربه. دازت ساعتين كملاتهم ودخلت لعندها لقاتها شادة التليفون. قالت لها صافي راني كملت. جاوبتها مالك قالت لها اوكي دابا نديهم السكرتيره باش تدخلهم لمسيو عادل. هزات ديالها وديال نهيله وغادي يوصل الطالون كيتسمع لراس الدوار وزايدها بالتعواج. داتهم السكرتيره ودخلتهم ليه، ورجعات شويه جات عندهم خبرتهم باللي مسيو عادل بغاكم عنده في البيرو. ناضوا تبعوا السكرتيره اللي وصلتهم حتى للباب، وهما يدخلوا عند السي عادل، وهو اللي كان واقف جهة الشرجم وعاطيهم بالظهر ويديه في الجيب. ظهر لعندهم وقال لهم اش هاد الخدمه الزينه من النهار الاول جوج ملفات خدمه هي هذيك والاخرين مخربقين ما كنلعبوش هنايا. نقزت مالك باش تهضر هي الاولى، قالت لي مسيو عادل هذا ماشي الغلط ديالي. شافت في نهيله وهي تقول لا انسه نهيله، قالت ليها خدمي الملفات وانا نعاود واش كاين شي خطا ولكن رفضات، وانا متاكده باللي الملفات اللي خدمات هي هما فين كاين الخطا. نهيله جات بغات تهضر وقالت له انا السي عادل غادي قاطعها وقال لها سمعي وجه بغريره، يا غتخدمي من نيتك ولا برا لا مجال للاخطاء، وزيد خدمي الطريقه اللي قالت لك لا انسه مالك، وهذه اخر مره نشوف بحال هاد الخدمه. ودابا رجعوا خدمتكم. خرجوا من عنده وانفجرت مالك بالضحك، قاد لك السميه وجه بغريره وزادت كضحك عليها مزيان. نهيله طلعات وهبطات فيها ورجعات للبيرو وبدات خدمه وجا وقت ديال الغدا. ناضت مالك تخرج وقالت لها نهيله اختي ممكن تعطيني نصيب من الفلوس ديال الخدمه لانني محتاجاهم. مالك بقات كتضحك وقالت لها ما عنديش. بقات غادا حتى غتقول لها نهيله شوفي راني ما كنسعاكش هنا هادوك فلوسي فهمتي. حلات مالك ساكها وهزات الجوا لقات فيه 4000 درهم ورمات ليها 2000 درهم. قالت لها هاكي اتريك الجوع يخ. خرجت هزتهم نهيله بالفرحه، هذه اول خلصه ليا في حياتي الحمد لله يا ربي. خشاتهم في ساكها وتحنات على وراق كتخدم فيهم، واخا فيها الموت ديال الجوع صبرات. دازت نص ساعه حتى رجعوا موظفين لخدمتهم، وملاك جات دخلت ديريكت هزات الفيس باش انها تكونيكطا واخا كانت في وقت الخدمه حتى وصلت 6. وناضت وقفات مرات نهيله اللي عواج بالخدمه وقالت لها ياك ساليتي دوك الدواسه اريهم نعاود نشوفهم. مداتهم ليها نهيله وخرجات، وملاك بقات كطلع عليها بانت ليها مشات وهزاتهم داتهم السكرتيره من غير ما تضرب عليهم حتى شي طليله. شداتهم من عندها وقالت لها غدا ندخلهم للسي عادل حيت دابا راه خرج. خرجت نهيله مشات تقدات
قعدت قضيه من خضره وديسير اللحم الدجاج حوت كلشي داكشي اللي كيخص الدار، وخدات لمها بيجامه وزيف وبلغه وجدها حتى هي، ورجعات للدار دقات الباب وحلات ليها امها وهي تقول لها اش هاد التعطيله كلها وشنو هادشي اللي هازه. نهيلة قالت لها عطاوني التسبيق في الخدمه وتقضيت هاد الخير، عاوناتها دخلوا داكشي وقالت لها ما تبارك الله الخير هذا كي داز نهارك في الخدمه. قالت لها نهيلة داز صعيب شويه حيت كاينه خدمه، ولكن ماشي مشكل، هاد الفرحه اللي كنشوف في عينيك كتنسيني كلشي، المهم كاين ما يتكال، راه من الفطور ما دقت حتى نعمه. ناضت لاله حليمه وجدات الطاجين ديال العشاء وهي دخلت لبيتها تكات وداها النعاس حتى كتفيق فيها امها. قالت لها نوضي تعشاي. ناضت عشات ولبست بيجامتها وعمرات الساعه مع السبعة ونعسات فقط نهيله. تكسلات في بلاصتها وناضت لبسات عاوتاني حويجات عاديين وخرجت بلا فطور. وصلت للشركه ولقات لي دوسي واحد فوق واحد ومالا كتصبغ في ظفرانها. قالت لها اوه على سلامتنا بلاله المديره يلاه جايه. قالت لها نهيله تعطلت بجوج دقائق وزيد شتك جالسه والخدمه مشتته هنايا. قالت لها لاله مالك انا خدمتي هي نطلع عليهم ملي تسالي انتي منهم اوكي. جلسات ونزلت على الوراق كتخدم مهزاتش راسها. وصل وقت الغدا خرجت غداو ونهيله جبدات الخبز اللي فيه البيض من صاكا وكلاتو وكملت الخدمه. وصلت 6 يلا خدمت 3 ديال الملفات ولكن راسها تطبخ معاهم وقررت تدي باقي للدار وتكملو. هزات ملاك الملفات اللي خدمت نهيله وضربات فيهم طليله وداتهم عاوتاني للسكرتيره وقالت ليها بغيت ندوي مع مسيو عادل ضروري. خلاتها دخلت عنده من بعد ما استشرات معاه، غير دخلت قال لها نعم فاش باغا تدوي معايا. قالت له مالك مسيو عادل انا خدمت هاد الملفات والانسه نهيله خدات الاخرين للدار حيت قالت لك ما عندهاش كاع تخدم هنايا. عادل غيقول لها واخا رجعي لخدمتك. غير خرجات وعيط على نهيله. دخلت لعندو وطلع وهبط فيها كيما الهدا وقال لها انتي مطروده من الخدمه خدي حساب يومين والله يعاونك. نهيله قالت له علاش اسيدي شنو درت؟ قال لها حيت كتفلاي وكتخدمي بكانتك اذا بلاصتك ماشي هنايا. قالت له لا بالعكس والله الا كنخدم من نيتي والله. قال لها وشنو قضيه الملفات اللي غتديهم للدار اش كنتي كديري؟ غتجاوبو نهيلو قالت له كنت خدامه دواسه الاخرين وهما اللي قدامك دابا. عادل قال لها دابا وجه بغري راه كضحكي عليا ياك هادو خدمتهم الانسه مالك ماشي نتيا. قالت له لا والله الا انا اللي خدمتهم. هو يقول لها دابا في نظرك نكذبها هي ونتيقك انتي اللي من وجهك باينه كذابه سماتهم على وجوههم. نهيله هنا حسات بحال شي موس غرسو لها في قلبها وقالت له شكرا ولكن هادشي ما عندوش علاقه بوجهي ولا حتى بالشكل ديالي. سي عادل هنا تعصب وقال لها شتك بحال كتجاوبي معايا في الهضره والتصاره هادي خرجي عليا. نهيله قالت له انا كندافع على راسي وصافي. شويه هو يتعصب وبدا كيغوت وكيقول لها خرجي عليا ضربها بستيلو. خرجات وهو داز من حداها كي العجاجه وركب طوموبيلته وعاد ناضوا الموظفين خرجوا. رجعت للدار وهي حاقده على الوضعيه ومقلقه بزاف. دخلت لقات امها حاطه المسمن واتاي سلمات عليهم بدات كتاكل ولكن ساهيه كتفكر في حالتها ما بقاتش راضيه على حالتها واخا تعيا ما تقوي في راسها. بنادم ما خلاهاش في حالها. واش هي اللي اختارت الشكل ديالها؟ علاش نتعاقبوا بنظرات قاسيه وكلام قاسي على حاجه ماشي حنا اللي درناها بيدينا؟ حتى من عائلتي كيشوفوا فيا شوفات ناقصين، حتى شي واحد ما فهمني. بغيت غير نتفكر شي نهار كنت فرحانه فيه من قلبي. عندي احلام وطموحات ولكن باحتقار الناس ليا عمري ما غادي نوصل ليها. طاحت دمعه سخونه من عينيها وناضت. هنا الام ديالها اللي هي حليمه قالت لها اويلي مالك بحال كتبكي شوي فيا؟ نهيله قالت لها لا ما كاين والو غير العياد الخدمه وصافي. المهم غنمشي لبيتي راه تابعاني واحد الخدمه. قالت لها امها واخا سيري ملي يوجد العشاء نعيط عليك. دخلات بدات في الخدمه ولكن والو تفكيرها في الهضره اللي قال لها فاش قال سماتهم على وجوههم. ناضت قدام المرايه وكتشوف سهات في وجهها فعلا ما زوينات ولكن الداخل ديالها زوين بزاف وهذا هو الاهم. رجعات كملت ديك الخدمه وتعشات وتسكات نعسات ولكن ما بغاش يجيها النعاس. ما نعسات حتى ل4 الصباح.
نعسات تقريبا غير شي 3 سوايع وناضت للخدمة، وهي غادية في الطريق داز راجل شاف فيها وقال لها وجه المرحاض عندك، وبقى كيضحك، خنزرات فيه وكملات طريقها حتى كتوقف عليها امرأة قالت لها وجهك مالك خليتيه هكا كله حبوب ومتقوب عليك بالصودا والحامض ما يبقاش فيك. قالت لها نهيلة بصح خالتي هاد الوصفة زوينة، قالت لها زوينة غير جربيها وشوفي وجهك الا ما تنقى ليك وتهلاي فيه، راه وجه اللي كيشوفوا الناس وهو المراية ديال المرأة. قالت لها نهيلة ان شاء الله شكرا خالتي، كملت طريقها وصلت الشركة ومشات للبيرو وعطات السكرتيرة دوك الدواسة وخلاتهم لي شافهم لقى الخدمة مقادة، وقال السكرتيرة تجي عندو نهيلة، ومشات دخلت لعندو لقات السي محمود جالس في البيرو وعادل قدامه في الكرسي وملاك جالسة في كرسي آخر، ونهيلة غير شافتو تبسمات حيت عزيز عليها بزاف، الوحيد اللي حسات بيه ما اهتمش بالشكل الخارجي. قالت ليهم سلام ودار ليها محمود إشارة باش تجلس ومشات جلسات، وهنا السي محمود غيقول لها المهم انا ندخل نيشان في الموضوع باش ما نظلم حتى وحده فيكم، حيت الخدمه غادي تشدها وحده يا نهيله ولا ملاك، وباش نشوفوا شكون غادي تستحق الخدمه غنعطيكم دوسي لوحده، ملاك غتخدموا في البيرو وانت يا نهيله غتخدمي هنايا ودابا نيت، حيت ما عندناش الوقت خاصنا نعرفوا شكون يشد معنا خدمه باش يقدر يترسم. نهيله مع راسها قالت له سير اش بغيت لك العز والنصر، واخا السي محمود. اما ملاك توترات وبقات غير كتشوف، مد ليهم الدواسه هزوه وملاك خرجت ونهيله مشات للطبله الاخرى وشعلات البيسي وبدات في الخدمه، والسي محمود وعادل خرجوا عندهم اجتماع اخر داز ساعتين ودخلوا لقاوها كملات عطات الدوسي للسي محمود وشافوه وقراه كامل وتبسم، ومدو العادل شافوه حطوه ما دار حتى ردة فعل، شويه دخلت مالك مدات ليه الدوسي شافوه قراه ولقى بلي فيه اخطاء كثيره باينه كيف كملات ناضت بلا ما دير دراسه اخيره دوسي زعما الدوسي ديالها. هنا السي محمود قال له من خلال هاد جوج ملفات اللي قدامي لا انسه نهيله هي اللي غادي تبقى معنا في الخدمه، وانت يا بنتي خدمتك شويه ناقصه ولكن غادي تخلصي على اليامات اللي فاتوا. هزات الدوسي بالنفخه وخنزرات في نهيله وخرجات، وهنا السي محمود قال لها ممكن ترجعي للبيرو ديالك وتبداي خدمتك نهيله. نهيله حست بالفرحه كبيره بقات غير كضحك وقالت له واخا السي محمود وشكرا بزاف، خرجت من عندهم طايره بالفرحه جلسات في البيرو وكتدور وكتضحك غير مع راسها. شويه لاحظت الموظفين كيشوفوا فيها من الجاج وجمعت راسها وبدات خدمتها. وصل وقت الغداء ناضت خرجت من الشركه شرات سندويش ورجعت للخدمه ديالها. اما الموظفين كياكلوا في الريستو ديال الشركه عمرها زعما تمشي ليه كتفادى البلايص اللي فيها الناس بزاف، حيت ضروري من دوك النظرات القاسيه غير كيشوف فيها بنادم كتعرف اش كيقول مع راسو. يا على وجه عندها كاين اللي يقول وجهها مكرفس مسكينه، هادشي كامل كرهاتو وكرهات تشوف في عيون الناس ملي يشوفوا فيها، داكشي باش كتفضل تبقى بوحدها. رجعت للبيرو كلات الساندويتش ديالها وتكات على وراق ما هزت راسها حتى 6 العشيه، هزات الملفات داتهم السكرتيره وخرجات وهي في الطريق مشات شرات الصودا والحامض باش دير ديك الوصفه اللي قالت ليها ديك السيده بالليل، ورجعت للدار كلات وتجمعات شويه مع امها وجدها تعشى وخلطات الوصفه ودارتها لوجهها، تحس بالعافيه شاعله فيها ولكن صابره على الالم، المهم تكون النتيجه. دازت 10 دقائق غسلاتو وجهها كله حمار بحال خويتي عليه المطايب، تخلعات ومشات هزات الثلج كديروا ليه والو، العافيه شاعله فيها. مشات خشات في بلاصتها ونعسات في الصباح، فقت بحال مشات قضات حاجتها وجات تغسل وجهها كتلقى وجهها طايب وكله احمر بحال الدم، تخلعات وقالت اويلي بغيت نكحلها عورتها، اش هاد الحاله يا ربي درت في وجهي. بقات كتغوت وكتعيط على امها كانت في الكوزينه، قالت لها انا في الكوزينه كنعجن اش باغا. وقفت قدام هانو هايله وقالت لها اويلي اش درتي في وجهك، صافي كملتي الزين اللي كان خاص. هنا نهيله قالت لها راه واحد المراه قالت لي ندير وصفه لوجهي ودرتها ولا ليا هكا اش ندير دابا وانا خدامه. قالت لها الام ديالها على اللي قال لك ديري شي حاجه ديريها ما تشاوري حد. قالت لها نهيله نخرج به زعما
أول مرة نخرج ما راضياش على راسي، هادي حاجة ولفتها، مشات بدلت حوايجها وفطرات وخرجات، اللي داز من حداه يبقى يشوف فيها، وملي تهز عينيها تشوف فيهم يقلبوا وجههم عاوتاني. بقات غادا وصلت الشركة ويلاه باغا تدخل البيرو، كتخبرها السكرتيرة بلي من هنا 10 دقايق كاين اجتماع. صافي قالت هنا كملات القضية، اليوم يشبعوا فيا ضحك ونظرات الاحتقار. وكان هذا هو الجزء الأول من قصة الخيبوعة. إلا باقيين مهتمين بالأحداث ديالها والتتمة ديال القصة، ما عليكم إلا تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وتسنوني في الجزء الماجي. وإلا وصلتوا حتى لهنايا من هذا الفيديو كنقول لكم شكرا على الاستماع ديالكم، ونتلاقاو في فيديو آخر وفي تتمة ديال القصة إن شاء الله.